مم. حد معانا يا جماعه؟ حد معانا؟ انا مش هقول كلام جديد يا جماعه. اكيد طبعا معروف للكل ان البنت اللي او الست اللي تتجوز محامي دي اكيد مامتها بتحبها وداعيالها من قلبها في وقت كانت الدنيا ممطره وابواب السماء مفتوحه كده، وربنا استجاب. ربنا استجاب واداكي وصرف لك، جوزك محامي. جوازك من محامي ده معناه انك متجوزه رجل من طراز فريد ورفيع، الدماغ توزن بلد، تحسيه هيبه كده ومالي مركزه. ده غير انه ذوقه عالي بقى في اختيار البدله اللي هو لابسها، فبالتالي هيكون ذوقه عالي في اختيار مراته. دقنه محلوقه، مهتم بنفسه طول الوقت، و خط مستقيم. بعدين يا مدام، والله بختك انك متجوزه محامي. موسوعه قانونيه ومعرفيه وعلميه متحركه وذاكره قويه، مش بينسى اي حاجه، منساش بسرعه ابدا. تطلبي منه الطلب، لو من سنه هيفضل فاكره ومش هيرتاح ولا يهداله بال الا لما يعملهولك. فخلي بالك بقى انت بتقولي ايه عشان ما بينساش. صدق فعلا اللي قال راجل. كفايه كده عشان حرقه الدم، كفايه. اللي عنده ضغط وسكر ما كفايه. ياسمين عز، يعني انا سمعت عنها زمان، كانت بتطلع كده ملهاش اي لازمه وبتعمل برامج ملهاش اي 30 لازمه برضو، وحاليا البرنامج بتاعها برضو ملوش اي 30 لازمه، بس حرق دمنا الصراحه، وبالذات دم الستات. ايه مين اللي متجوزه محامي يحصل له ايه؟ مين اللي ليه هبه ومش عارفه بيحلق دقنه وبيلبس بدله؟ يعني لو واحد حلق دقنه ولبس بدله غير ما يكون محامي فيبقى مش محامي؟ ولا انا مش فاهمه كلامك. محامي مين اللي موسوعه قانونيه وقضائيه؟ هي متجوزاه ولا داخله معاه نزاع دولي هيحكم في القضايا ما بينها وما بينه؟ محامي مين اللي ما بينساش موسوعه قضائيه؟ ده المحامي يا ماما بتبقى روحه في مناخيره من كتر اللي بيشوفه طول النهار من قضايا ومن احكام. ده كفايه بس لما يتحكم كده في قضيته وياخد مثلا المتهم ما ياخدش براءه، ولا يتصله مثلا 15 16 سنه حكم، ولا ياخد اعدام مثلا. شوفي بقى المحامي بيبقى خارج عامل ازاي ومروح لمراته عامل ازاي. وبعدين تعالي، ده انا سمعت، ده احنا سامعين بلاوي، وطبقه الصوت الشتوي وطبقه الصوت الصيفي ومش عارفه طبقه الصوت العاليه تبقى صوت شتوي، وطبقه الصوت الواطيه ولا صوت صيفي، وخلي صوتك شتوي سهتان هيمان نيمان. اللي انت بتقوليه ده شتوي ايه وصيفي ايه يا حاجه؟ انت مش عايشه في مصر معانا؟ ده حتى اللي كانت طبقه صوتها بقت شتوي دلوقتي بقت صيفي خلاص، بعد اللي احنا فيه وتطور الاسعار واللي العالم بيمر بيه، كل الستات بقت طبقه صوتها صيفي. شتوي ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ وسهتان ونايمان ونعسان وراجل مين اللي يمشي بجزمته على السجاد يا حاجه؟ راجل مين؟ مين اللي يدخل يمشي بجزمته على السجاد؟ اصل انا سامعه عنك بلاوي سودا، فانا يعني ساكته من زمان. انا اتكلمت عن منى ابو شنب واتكلمت عن مش عارفه مين، فهو كان فاضل انت بقى تهلي علينا بطلتك البهيه. ياسمين عز ايه؟ انت يعني سمعت ان النائب العام طلبك ولا مش عارفه نقابه الاعلاميين طلبتك؟ ده ليه بقى طلبتك ليه؟ علشان هم عارفين ان انت بتعملي ايحاءات رهيبه في برامجك. انت نوعك ايه بالظبط؟ ساديه؟ يعني عايزه افهم نوعك ايه، عايزه ايه بالظبط؟ عايزه ايه التعامل بتاعك يبقى عامل ازاي يعني في الحياه الزوجيه؟ بتشجعي الرجاله على ايه بالظبط؟ يعني يدخل من الشغل مثلا يروح هابد الجزمه كده وكلها طينه من التراب بره ومن المطر ومن ده ومن ده على السجاده اللي منضفاها الست وطالع عينها فيها طول النهار، ويقول لها اصل انا جايبها بفلوس. يا ستي ده في رجاله ما تعرفش اي حاجه عن بيتها، ولا بيجيب في سجاد ايه، ولا ستاير ايه، ولا ملايات ايه، ولا فوط ايه، ما بتعرفش لبس عيالها بيجيب منين. يبقى سجاد ايه اللي هو جايبه؟ انت بتتكلمي عن انهي طبقه؟ لا اصحي كده، اصحي عشان انت حرقه دم الستات كلها، حرقه دم الستات. انت لو نزلتي مقايضه ما بينك وما بين رضوى الشربيني هتضيعي، اقسم بالله، اقسم بالله هتضيعي لو نزلتي مقارنه كده ما بينك وما بين رضوى الشربيني. الستات اللي مش عاتله الهم ومش عاتله المسؤوليه، ولو اخوكي طلب بالود وبالحب تنفذوه
في الحال، انما مش بالامر واللي انت بتقولي عليه ده. يا دوب يرن جرس، ايه اللي يرنه؟ جرس ايه اللي يرنه؟ فتبقى قدامه الطلب اللي يطلبه. الناس بصي على تكه، فما تشعلليش الدنيا بالله عليكي. الناس ما بين جوازتها على دي، فما تشعلليش الدنيا. سيبي الناس عايشه بستر ربنا، سيبي الازواج والزوجات يتعاملوا زي ما هم عايزين، مالكيش دعوه بالنطاق ده خالص، اخرجي منه. انت عايزه عريس نجيب لك يا حاجه عريس لحد عندك، عايزه تتجوزي نجيب لك العرسان على قفا من يشيل، ولا انت راسمه على حد مثلا من الناس الكبيره قوي، فاهمين انت اللي اولهم هيه وكلام من ده، يعني راسمه على حد منهم زي ابو مش عارفه مين وبتاع مين والكلام اللي انت بتقوليه دوت. ما هو احنا سمعنا كمان ان انت متجوزه ومتجوزه وزوجه تانية، طلعت عليكي اشاعات بلاوي سودا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه بجد ده؟ طبقه صيف ايه وطبقه شتوي ايه ولازم تعاملي جوزك تكتبي له ورقه وهو رايح السوبر ماركت. انا مش في الدنيا، كفايه انت مالي يعني انا انزل جوزي واوديه السوبر ماركت عشان يجيب لي طلبات، وفي الاخر بعد ما يوصل يقول لي عايز ايه، اقول له افتح الورقه اللي في جيبك، يفتح يلاقي كفايه انت عليه. طب ما كنت قلت له في البيت يعني. افترضي واحد ساكن مثلا بعيد عن السوبر ماركت مثلا بنص ساعه بساعه، ونزلته انا اول ما انزله بقى اقول له انزل هات لنا، ولازم تنزل تجيب لنا، ويدخل يلاقي كفايه انت علينا. وبعدين ايه كفايه انت علينا يعني ما هو ماشي ربنا يخليه وحسه في الدنيا وتمام والدنيا حلوه يعني، انما ايه كفايه انت علينا يعني مثلا لما هتيجي تطبخي وتعملي اكل هتاخدي منه حبه تحطيهم في الحله؟ ما انا عايز اعرف عشان ابقى فاهمه. مثلا انت يعني معلش برقتك الجميله وصوتك الستوي السهتان النايمان اللي انت بتقولي عليه دوت، عندك حد بيطبخ لك وبيمسح لك وبيكنس لك عشان جوزك يدخل على السجاد بجزمته؟ ولا المحاسب اللي انت طالعه تتكلمي عليه؟ يا سلام على ريحه برفان مين يا حاجه؟ ده العملاء في البنوك بتبقى مش طايقه الريحه من بعضها، مش عارفه مين محاسب ومين عميل. انت بتتكلمي في ايه؟ انت مش حاسه بحاجه، انت عايشه في ميه البطيخ كده وعماله تولعي الدنيا بين الزوج وزوجته، واصلا البيوت المصريه على تكه. فاهدي على الراجل المصري. حضرتك شايفه التعليقات؟ لو هنقارنها برضوى الشربيني تبقى هي افضل على الاقل، انها بتقول ان الست تتعامل مع زوجها برقه وانوثه. ايوه ما هي تتعامل مع زوجها برقه وانوثه، انما مش في ظل الوضع الحالي اللي احنا فيه. بتقول اتبردي، هي مش عايزه رقه وانوثه، هي عايزه حد يكون بارد، عايزه الزوجه تبقى بارده مع زوجها. طب ازاي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ازاي الزوجه تبقى بارده مع زوجها؟ لا يا حاجه، اللي انت ما تعرفوش بقى ان الزوجه ليها حقوق على زوجها زي ما هو ليه حقوق عليها بالظبط، وليها واجبات بتعملها، وهو ليه حقوق عليها زي ما هي ليها واجبات عليه. ما ينفعش اللي بيتقال دوت. وبعدين ما ينفعش ان انت تقارني كل الطبقات المصريه ببعضها. اللي انت بتتكلمي عليهم دول اللي الزوج موفر لها الخدم والحشم، اللي بتاعي تروح مستشفى خاصه والزوج يدفع بس الفيزا بتاعت، يقول له خلاص الشيك هيتحول لك حالا. اللي تدخل المحل تجيب شوبينج وتعمل شوبينج كده في اليوم بمثلا 30 40 الف، وتروح تقول له حولهم لي على الفيزا عادي. ف ما تحرقيش دم الستات اكتر من اللازم، وسيب الناس عايشه بستر ربنا اليومين دول بالذات. انت برنامجك اقسم بالله المفروض يتقفل اليومين دول بالذات. الناس على كف عفريت. انا كل يوم خناقات في الشوارع وخناقات في البيوت وخناقات على النت، وناس بتقتل بعضها وناس بتموت روحها وناس بتقتل جوازتها وناس بتقتل زوجاتها. ليه؟ اكيد كلنا عارفين ليه. انا مش هتكلم في الموضوع ده، بس اكيد كلنا عارفين الايام دي بيحصل ايه وعارفين ليه. فابعدي يا ياسمين اليومين دول، ابعدي واهربي عشان انت لو ستات مصر اصطادوكي في اي مول ولا في اي حته لا هيحميكي بقى محاسب ولا محامي ولا القضاء الاعلى بذات نفسه، هتطحني اقسم بالله. فابعدي. اصل انا يعني بصي شايله منك كتير، وما صدقت ان انا اطلع. انا عايزه اتكلم عنك من زمان، ما صدقت ان انا اطلع اتكلم عنك. بلا صيفي بلا صوت صيفي بلا صوت شتوي، بلا خليكي رقيقه مع زوجك، بلا خليكي مش عارفه ايه مع زوجك. هي الناس حابه بعضها كده والناس عايشه مع بعضها كده. اخرجي انت منها، بس اخرجي منها. اتكلمي على حقوق الزوجه، اتكلمي على ان الزوج لازم يعالج زوجته، لازم يخرج زوجته، لازم يكون حنين على زوجته، لازم يحس بان الزوجه طافحه الدم معاه، لازم يكون لو مراته مرأة عامله يديها حقوقها ويحسسها بان هي شايله الدنيا معاه. لو مراته ست بيت برضو يحسسها انها شايله الدنيا معاه، مش تقولي لها تعاملي برقه ومش برقه، لا هي بتتعامل
برقه وهم راضيين على الوضع ده. بس انت اخرجي منها، نصيحه مني يا ياسمين، اخرجي منها خالص واقفلي برنامجك ده نهائي. لا تتعايشي ولا تعيشي معانا، انت من كوكب ومن عالم اخر. كفايه علينا اللي انا سامعه عنها ومش راضيه اطلع اتكلم عنها، ياسمين حلمبوز، اللي هي بتطلع تقول مش عارفه كلت مفتقه وكلت مش عارفه، بتقول اسامي غريبه كده على الاكل. انا ما اعرفش، بتغير اسامي الاكلات كده وبتطلع تتكلم عنها وعملت ضجه وترند. فانت ياما لو عايزه ترند فانت خلاص اتعمل لك الترند. عايزه تتجوزي هيجيلك 1000 عريس بس انت قشري. متجوزه وبتحابي جوزك بقى وعامله عليه فيلم وجو عشان انت زوجه تانية، برضو ما يخصناش والله. ما تدخليش تولعي الدنيا وترجعي بعد كده تندمي ان يحصل فيكي محضر وبلاغ للنائب العام. انت المفروض تتحولي للنائب العام على فكره، والله العظيم على حرق الدم الستات المصريه المفروض تتحولي على النائب العام. فاهدي على نفسك كده، الحلوين كتير في البلد والرقه عند الناس كلها وستات مصر كلها رقه وانوثه، بس الازواج تديها حقوقهم كده وهتلاقي كل الرقه والانوثه. الازواج بس تدي الستات المصريه حقها وهتلاقي كل الرقه والانوثه. يعالجها بس كده ويخف عنها في حمل المصاريف ويشيل معاها حمل بيته ويشوف عياله محتاجين ايه ويهون عليها الدنيا وصعابها، بدل ما هي اساسا اتجوزت عشان تشيل الهم والنكد فوق دماغها. وانت هتلاقي الانوثه كلها هتمشي كده الانوثه تتدلدق من الستات المصريه. بس انت ابعدي، الله يبارك لك اليومين دول ابعدي واقفلي برنامجك، نصيحه مني ليكي يا اختي. سلام.